مساء الخير يا جماعة، أنا رينا سليمان من شركة سير هوم. النهاردة أنا بقدم لكم كومباوند إيست تاون موجود على شارع التسعين. قبل ما أدخل في تفاصيل الكومباوند، لو أول مرة تشوف القناة ما تنساش سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. إيست تاون هو واحد من بين المشاريع السكنية الراقية لشركة صادق بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة، وهو موقعه على شارع التسعين بجانب الجامعة الأمريكية وبالقرب من الجامعة الكندية. أهم خدمات الكومباوند بتكون وحدات كهربائية، نادي اجتماعي راقي، نادي صحي، خدمات تعليمية متميزة، مطاعم وكافيهات مختلفة، ومراكز تجارية ضخمة جدا، وده هنشوفه النهاردة معانا في الفيديو. كمان معانا أماكن ترفيهية للأطفال. لو أول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. في الحقيقة أنا النهاردة معايا شقة رائعة تحفة. مش بس كده، انت النهاردة بمقدم بسيط جدا، وهنقول المقدم في اخر الفيديو، تقدر تستلم فورا شقة في إيست تاون صادق وتقسط المتبقي على فترة زمنية كويسة جدا. احنا النهاردة معانا مرحلة اسمها سبيكترم دي مرحلة اخر مرحلة تعتبر اتعملت او انشأت داخل إيست تاون صادق. شايفين يا جماعه شكل المباني الخارجيه عامل ازاي؟ شايفين التصميم؟ عارفين الابيض ده ايه؟ تخيلوا ايه الابيض ده؟ معمول على الشمال ده معمول علشان المواسير بتاعه المناور. متخيلين الذكاء؟ متخيلين التصميم؟ بصوا اللاندسكيب عامل ازاي، او الجناين الصغيره دي عامله ازاي، بصوا الشوارع عامله ازاي، الانترلوك بتاعها عامل ازاي. ده جزء تاني اللي على اليمين، ده جزء تاني او مرحله، دي اول مرحله اتعملت يعني في صادق، لكن سبيكترم دي اخر مرحله اتعملت في صادق. بصوا الشياكه، انا حبيت اجيب لكم بس وهي منوره كده عشان تشوفوا الجمال والرقي وتشوفوا شكل الواجهات والتصميم الخارجي للمبنى. لو اول مره تشوف القناه ما تنساش سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. مساحه الشقه معانا هتكون 187 متر، 3 غرف و3 حمام، وبالتقسيط واستلام فوري وبدون تشطيب، ودور تالت، ومش مجروحه تماما. انا معجبه جدا باللاندسكيب الصغير ده، او المساحات الخضراء الصغيره الموجوده امام المبنى. لو اول مره تشوف القناه ما تنساش سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نروح نشوف الشقه، خليكم معايا. قرار شراء العقارات من اهم واكبر القرارات اللي ممكن تاخدها في حياتك، لان العقار ممكن يكون سبب في راحتك لو اخترت تسكن فيه، وممكن يكون مصدر دخل ويعود عليك بمكسب كبير لو قررت تستثمر فيه. البحث وتحري الدقة من أهم العوامل في اتخاذ القرار المناسب. باختصار، مجال العقارات بيحكمه حاجتين: بيع وشراء، بائع ومشتري. عالم العقارات مع رينا سليمان. في الحقيقه انا عندي متابع للقناه يحترم طبعا، طلب مني قال لي رينا صوري المداخل للمبنى. انا حبيت بس اجيب لكم، بصوا المدخل عامل ازاي، يعني الشكل الاخضر الجميل للزرع ده داخل المبنى، بصوا، والباب اهو. وحبيت كمان اجيب السلم احتراما لرايه وتقديرا لانه كتب تعليق على فيديوهاتي، واي حد ليه اي تعليقات يا ريت يكتبها، لان انا ارائكم بحترمها جدا، وان شاء الله اقدر انفذها في اقرب وقت. طبعا انا كده طلعت الدور الثالث، ده مدخل الشقة عندي. اول حاجة بتقابلني على اليمين حمام ضيوف. انا هنا على فكرة مولعة كشاف، يعني مشغلاه كده عشان يدي شوية اضاءة. طول عمري بعترف الشقة الحلوة هتفضل حلوة حتى لو هي بدون تشطيب. ده المطبخ، هدخل جوه شويه
وهيكون معايا غرفة مربية بالحمام. دي غرفة المربية، ادخل مرة كمان يكون معايا الحمام. وعلى فكرة الشقة دي ممكن يتعمل فيها تصميم حلو جدا، بس ده طبعا هيتشرح على ارض الواقع، مش هينفع في الفيديو خالص عشان كمان ما نطولش قوي في الفيديو. ده الريسبشن. احنا هنجيب الريسبشن من كذا اتجاه. ده اتجاه، بصوا بقى الانارة، بصوا بقى النور، بصوا حجم البلكونه والشباك، متخيلين؟ بصوا بقى المسافه بيني وبين الجار عامله ازاي. مفيش حد قدامي اصلا، يعني انا داخل الكومباوند. شوفوا المسافه قد ايه كبيره. بصوا بقى ده المنظر اللي انا ببص عليه. اظن مفيش جمال كده. صادق، يعني شركه صادق شركه معروفه. شايفين الاضلاع البني دي اللي احنا شفناها من تحت؟ عشان كده انا قلت لكم المرحله دي اسمها سبيكتروم، عشان اللي بيتفرج على الفيديو واللي يكلمني يكون عارف. طيب هندخل بقى البلكونه. بلكونه محترمه، بلكونه جميله صراحه. بصوا بعد الجار. كتير بيجيلي يقول لي رينا انا مشكلتي ان انا في بيتي كله مجروح. انا بس عاجبني قوي الحاجات البني دي فجايباها، لان التصميم الخارجي للعمارات يا جماعه يهوس يجنن. طيب هنجيب الريسبشن مره كمان عشان يبقى شفنا جميع الاتجاهات. مساحه تحفه. على فكره لازم تدوا للرؤيه زياده 30 متر عشان التشطيب. دي اول غرفه معايا. على فكره الكلام ده كنت بصوره الساعه 5 عشان تبقوا عارفين، ف5 ان البيت يبقى منور كده حاجه ممتازه. على فكره المباني السوداء اللي على ايدي اليمين دي المباني الاداريه والتجاريه لشركه صادق. ده بمناسبه ان دايما الناس بتدور على خدمات، وده حقها طبعا. ده حمام بيخدم الغرفتين، لان احنا معانا غرفه ماستر. ده كده تاني حمام معانا. دي تاني غرفه معانا. هنشوف برضو الاطلاله. شوفوا ما عنديش قدامي حد خالص تماما، غير ان انا بستلم بمقدم 2,850,000. مفيش كده. شقه 3 غرف. انا كده جبت الحمام اللي بيخدم الغرفتين مره تانية، ودي تاني غرفه جبتها مره تالتة. من اول هنا انا هنا كده ابتديت الغرفه الماستر. ده حمام الغرفه الماستر. والمربع ده اللي هو باين من الكريدور ده الدراسنج، ودي الغرفه الثالثه معانا. كويس قوي. اوعى تنسى تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شفتوا يا جماعه؟ شايفين شكل المبنى عامل ازاي؟ شايفين اللاندسكيب اللي اسفل المبنى؟ شايفين المباني الاداريه عامله ازاي؟ فخمه جدا وشيك جدا. بصوا كل دي خدمات بتخدمك وانت داخل الكومباوند وعايش في الكومباوند، ومش تحتاج تخرج بره الكومباوند خالص. بصوا شايفين التصميم ازاي رائع، والانوار وهي منوره كده الساعه 5 المغرب. الجو عامل ازاي. انا حبيت يعني اجيب لكم برضو ان ناس كتير بتسالني هو الكومباوند عامل ازاي بالليل. شايفين الضلع اللي مغطي المواسير علشان ما يبقاش شكلها بشع خارج المبنى؟ شايفين الشياكه؟ شايفين الشركه ازاي بتهتم بالسكان؟ شفتوا الرمب اللي كان موجود اسفل المبنى عشان لو واحده معاها اطفال او لا قدر الله حد من اهلها تعبان يقدر يطلع على الرمب ده، لو يعني في معاها عربيه بعجل كده يطلع على الرمب ده. شايفين شكل المبنى الخارجي؟ شايفين الاضلاع البني دي عامله ازاي؟ شياكه جميله، جمال. شقه رائعه. طبعا كون ان انت تستلم على 2,850 مقدم، وده طبعا خارج اتعاب الشركه بتاعتنا، ده اوفر ممتاز للعميل الصادق الجاد. طيب بقيه التفاصيل عشان نعرفها عندنا اكتر من طريقه، واهمهم اسكرين على 0313462377. كمان نقدر ناخد الفيديو ده ونبعته على الواتساب. هيتسال اول سؤال اسم حضرتك، وبعدها على طول هيترد بالسعر.
ممتاز. او ايه الويب سايت www.yourhome-easy.net. انا سعيده جدا بكل الناس اللي بتتابع القناه عندي، وسعيده اكتر بكل التعليقات والاراء اللي بتكون موجوده عشان اقدر اوفيها ان شاء الله. رينا سليمان، شركه يور هوم عقارات وبس. اشوفكم قريب، باي باي.